اكتر سؤال الناس بتسأله، معايا 6000 جنيه ومش قادر ازود ولا جنيه، هل بقى ممكن اشتري موبايل محترم يشغل كل حاجة تمام؟ يعني يصور صور عدلة وكويسة وبطاريته تعيش وما يهنكش؟ عايز اقول لك ان ايوه ممكن، بس الفكرة انك تختار صح. النهاردة انا جاي اقول لك على 3 موبايلات في السوق المصري، كلهم نفس السعر تقريبا، بس فعلا موبايلات تقدر تعتمد عليها وتعيش معاك من غير ما ترجع تندم بعد اسبوع. يعني بدل ما تلف كتير انا جمعت لك الافضل في الفيديو ده. قبل ما نبدأ بقى في فيديو النهاردة ونخش في التفاصيل، انزل دلوقتي اعمل لايك للفيديو، والاهم من كل ده انك تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في التعليقات، وما تنسوش طبعا تدعوا لاخواتنا في فلسطين، اللهم ازل الغم عنهم وانصرهم نصرا قريبا. ودلوقتي يلا نشوف الموبايلات اللي تقدر تشتريها تحت ال 6000 جنيه. السلام عليكم، ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ان شاء الله هستمر في السلسله دي معاكم لحد ما نغطي كل الفئات. يعني الفيديو ده عن افضل 3 موبايلات بسعر تحت ال 6000 جنيه، والفيديو الجاي هيبقى عن الافضل بسعر تحت ال 8000 جنيه، واللي بعده عن الافضل تحت ال 10000 جنيه، وهكذا لحد ما نغطي كل الفئات. ضروري جدا تكمل الفيديو للاخر عشان تعرف افضل تليفون فيهم، وكمان هقول لك على حاجه مهمه جدا عنهم. يلا بينا نبدا مع اول موبايل، وهو انفينكس هوت 50 اي. تصميم الموبايل ده يعتبر من الحاجات اللي انفينكس بتهتم بيها في الفئة الاقتصادية. ظهر بلاستيك بملمس ناعم، وكمان مسكته في الايد مريحة جدا لان وزنه خفيف حوالي 184 جرام. الفريم بلاستيك طبعا، والتقفيل محترم جدا. الجهاز كمان مقاوم لرذاذ المياه بمعيار اي بي 54، يعني لو وقعت عليه كام نقطة مية مش هيحصل له حاجة. الشاشة هنا حجمها 6.7 بوصة من نوع اي بي اس ال سي دي بدقة اتش دي بلس وتردد 120 هرتز، وده رقم كويس جدا ونادرا لما بتلاقي بالسعر ده حاليا. انا عارف ان سعر 6000 جنيه ده من سنة كان رقم كبير، ويجيب لك تليفون فئة متوسطة كويس مش فئة اقتصادية، بس هي دي الاسعار المتاحة حاليا بسبب ظروف السوق والضرايب والخ. المهم خلينا في موضوع الفيديو لان ده موضوع طويل ومش وقته. سطوع الشاشة 500 شمعة وبتدعم خاصية الاولوز اون ديسبلاي. الالوان بتاع الشاشة معقولة جدا، وبالمقارنة بباقي المنافسين فهو متفوق في السلاسة، رغم ان سطوع الشاشة تحت الشمس مش احسن حاجة. يعني تقدر تقول شاشة وظيفية جدا ومريحة في الاستخدام اليومي، وال 120 هرتز فرق فعلا في السلاسة بشكل كبير. المعالج هنا هو الهيليو جي 81، وده مش اقوى معالج في الدنيا، بس مع واجهة اكس او اس الخفيفة و6 جيجا رام بيقدم تجربة سلسة الى حد كبير. اي لعبة متوسطة شغالة من غير تهنيج واضح ومفيش اي مشكلة، لكن طبعا لو لعبت عليه بابجي وضغطت عليه هيهنج منك عادي، فهو زي الفل كأداء يومي تصفح والعاب خفيفة. النسخة ال 128 جيجا مع 6 جيجا رام هي الافضل من حيث القيمة مقابل السعر، وواجهة انفينكس هنا خفيفة ومستقرة، وبيجي باندرويد 14، وبيدعم تحديثات سنة او 2 بالكتير اندرويد، وسنتين تحديثات امان. الكاميرا الخلفية الأساسية 50 ميجا بكسل بمستشعر محترم من سوني. الصور اللي بتطلع في الإضاءة الجيدة بتكون ممتازة في السعر ده، يعني هتلاقي التفاصيل كويسة جدا والمعالجة مقبولة. لكن الكاميرا السيلفي 8 ميجا بكسل وأدائها متواضع جدا، وخصوصا في الإضاءة الضعيفة. يعني لو السيلفي مش أولوية عندك الكاميرا الخلفية هتكون مرضية جدا. البطارية 5000 ملي أمبير مع شاحن 18 واط في العلبة. البطارية هتكمل معاك اليوم بسهولة عادي، فتقدر تقول إنها كويسة. والتليفون بيجي بمستشعر بصمة في زرار الباور وسريع، ومستشعر مكالمات حقيقي وسبيكر ستيريو، وبيدعم تسجيل المكالمات من غير ما يفضحك عند الطرف التاني. والشبكات قوية جدا سواء الواي فاي أو شبكة الفور جي، وبيجي بكرتونة كاملة شاحن وجراب وسماعة وسكرينة متركبة على الجهاز. العيوب بتاعته بقى، أول حاجة مفيش مايك لعزل الضوضاء، ومفيش جيروسكوب، ومش بيدعم خاصية ال NFC، وسطوع الشاشة تحت الشمس مش قوي. نسخة ال 6 جيجا رام و128 جيجا مساحة بحوالي 5000 جنيه، ونسخة ال 8 جيجا رام و256 جيجا مساحة بحوالي 6200 جنيه. بس نصيحة، خليك في النسخة اللي هي 6 جيجا رام، لأن ال 8 جيجا مش هتفرق فعلا مع المعالج ده. كمان سعرها عالي، يعني ممكن تزود حاجة بسيطة وتجيب الهوت 50 العادي، هيكون أفضل مليون مرة. الموبايل التاني هو سامسونج جالاكسي اي 06. التصميم بسيط جدا من سامسونج بخامات بلاستيك مطفية، والملمس ناعم ومسكته في الايد مريحة. سامسونج مش بتراهن على الشكل قوي في الفئة دي، بس بتقدم تقفيل ممتاز وتوزيع وزن الجهاز كويس، وده بيديك احساس بجودة اعلى من المنافسين. الشاشة 6.7 بوصة من نوع بي ال اس ال سي دي بدقة اتش دي بلس، ولكن بتردد 60 هرتز. يعني للأسف في السلاسة هتحس بفرق ملحوظ عن الهوت 50 اي، وبرضه حجم الحواف كبير جدا، بس ألوان الشاشة مش بطالة، والإضاءة لحد ما كافية للاستخدام اليومي، بس مش أنسب حاجة تحت الشمس المباشرة. المعالج هنا هو الهيليو جي 85، وده أقوى من معالج الهوت 50 اي في الألعاب، بس خليك عارف إن الذاكرة من نوع اي ام ام سي، ودي بطيئة شوية في فتح التطبيقات والتنقل، خصوصا في النسخ اللي فيها 4 جيجا رام. واهم نقطه تبقى عارفها ان اي موبايل تحت ال 10000 جنيه بيهنج، انت مش بتشتري مرسيدس يا اسطى. الكاميرا الخلفيه
خلفيه 50 ميجا بكسل بمستشعر كويس من سامسونج، والصور اللي بتطلع بتكون ممتازه سواء في التفاصيل او معالجه الالوان، والكاميرا السيلفي كمان جيده جدا 8 ميجا بكسل وبتطلع صور محترمه جدا خصوصا لما بتستخدم الوضع الليلي، والسوفت وير هنا كمان بيساعد كتير في تحسين النتيجه النهائيه. البطارية 5000 ملي أمبير وأدائها ممتاز، وسرعة الشحن 25 واط، بس خليك عارف إن مفيش شاحن في العلبة، لازم تشتري لوحده. البصمة سريعة في زرار الباور، مستشعر المكالمات هنا سوفت وير، والسماعات مونو مش ستيريو، وهتاخد تحديثات أندرويد لمدة سنتين. العيوب بالنسبة لي مفيش شاحن في العلبة، ومفيش صوت ستيريو، ومش بيدعم NFC، والشاشة 60 هرتز، وشبكة الجهاز مش أقوى حاجة، وحواف الشاشة كبيرة والنوتش من العصور الوسطى. نسخة ال 4 جيجا رام و64 جيجا مساحة بحوالي 4750 جنيه، ونسخة ال 4 جيجا رام و128 جيجا مساحة بحوالي 5700 جنيه، ودي تعتبر أحسن نسخة. ونسخة ال 6 جيجا رام و128 جيجا مساحة بحوالي 6100 جنيه، ودي منصحش بيها لأن سعرها مبالغ فيه. التليفون الثالث هو هونر اكس 6 سي. التصميم جميل جدا، مش تقليد للايفون زي اجهزه تاني كتير، والظهر شكله انيق وفخم نسبيا، والخامات بلاستيك بس التقفيل محترم، وجاي بشهاده رسميه من SGS لمقاومه الصدمات، كمان مقاوم للمياه بمعيار IP64، وده نادرا جدا لما بتلاقيه في الفئه دي. الشاشة من نوع TFT LCD، وحجمها 6.61% بوصة، بدقة HD بلس، وتردد الشاشة 120 هرتز، وده بيفرق جامد جدا في الاستخدام اليومي. السطوع كمان محترم، بوصل لحد 1010 شمعة، فمقبولة جدا تحت الشمس. بس خليك عارف في النسخة الكبيرة اللي سعرها حوالي 6400 جنيه الشاشة دي تعتبر ضعيفة مقابل السعر. المعالج هنا هو الهيليو G81، وهو نفس المعالج اللي موجود في أجهزة زي ريدمي 14 سي أو ريلمي سي 75 اكس، مع الواجهة الخفيفة من هونر اللي هي ماجيك UI. الأداء في الاستخدام اليومي مستقر جدا، كمان ممكن تلعب ألعاب خفيفة لحد متوسطة، وبابجي شغال على إعدادات سموز ومفيش تهنيج ملحوظ، بس متوقع إنك تلاقي تهنيجة كده ولا كده لما تضغط عليه في اللعبة، وده طبعا عادي لأن ده سعره حوالي $100 يا جماعة. الكاميرا الأساسية 50 ميجا بكسل بمستشعر محترم، ومعالجة الصور مقبولة جدا في السعر ده، بس السيلفي 5 ميجا بكسل وأداها ضعيف جدا وخصوصا في الإضاءة الضعيفة. البطارية ضخمة 5800 ملي أمبير، ومعاها شاحن 35 واط في العلبة، يعني توليفة ممتازة من الأداء وسرعة الشحن، يعني من أقوى البطاريات في الفئة دي. البصمة في زرار الباور وسريعة، وبيدعم خاصية NFC، وفي مستشعر مكالمات حقيقي مش سوفت وير، والشبكات ممتازة جدا، والكرتونة كاملة. العيوب بالنسبة لي إن الشاشة دقتها قليلة مقارنة بسعر أكبر نسخة، والكاميرا السيلفي ضعيفة ومفيش جيروسكوب، وتحديثات لأندرويد لمدة سنة واحدة بس. سعر نسخة ال 6 جيجا رام و128 جيجا مساحة حوالي 5800 جنيه، ودي اللي بنصح بيها. ونسخة ال 6 جيجا رام و256 جيجا مساحة بحوالي 6400 جنيه، ودي منصحش بيها. زود وهات الهوت 50 العادي لو هتدفع الرقم ده. لو بصينا على التلاتة هنلاقي ان انفينكس هوت 50 اي متفوق في الصوت الاستوديو والشبكات والسعر ممتاز، وسامسونج جالاكسي اي 06 متفوق في الكاميرا السيلفي، وسوفت وير سامسونج طبعا ممتاز والانتشار في السوق، وهونر اكس 6 سي متفوق في الشبكة والبطارية والشحن السريع والكرتونة الكاملة. لو عايز ترتيب نهائي حسب تجربتي ورأيي الشخصي، فرقم واحد هو هونر اكس 6 سي، الشبكة قوية والبطارية ممتازة والسوفت وير كويس. ورقم اتنين هو انفينكس هوت 50 اي، الشبكات قوية برضه والصوت ستيريو، والتجربة خفيفة ومستقرة وسعره ممتاز. ورقم 3 هو الجالاكسي اي 06، مناسب لو عايز براند وانتشار كويس، وكاميرا كويسة وسوفت وير محترم طبعا، بس في باقي الحاجات هم متفوقين عليه. وبس كده، في الاخر القرار ليك، اختار حسب اولوياتك. قولوا لي في التعليقات لو معاكم 6000 جنيه هتشتروا انهي واحد فيهم، وما تنساش طبعا تحط لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك الترشيحات الجاية اول باول. استنوني في فيديو جديد اقوى واحسن، وسلام.